بنفيكا في أفضلية لغاية الآن في الدقائق الأولى من المباراة. اللي تهم الريال، اللي تهم كريستيانو رونالدو، اللي يتقدم في هذه اللقطة بياخذ خذ عرقلة بلنتي. نعم بلنتي، ضربة جزاء. ولع الكلاسيكو عدل، ولع كريستيانو رونالدو عدل، وبالتالي البطاقة الصفراء على القائد بويول. خلاص اللاعب شوف ياخذ ولو هو بيكي اخذ في الاخير عرقله. شوف ولاحظ معاي، دقق معاي. بيكي يقول لا، حكم المباراة يقول نعم، وسقط كريستيانو رونالدو. واعتقد رونالدو هو القادم اللي يعني كريستيانو رونالدو سجل في الكاس وسجل هنا في الكامبانو، وسجل 6 أهداف هنا في الكامبانو كريستيانو رونالدو. اذا الضربة الجزاء المحتسبة للفريق الأبيض، للفريق الملكي كريستيانو رونالدو. والله يا أخي إذا تسألني أقول لك بيسجل. يوم ما لعب أمام ديبورتيفو لاكوروني عفس البط. الآن تسألني توقع فقط أن كريستيانو رونالدو بيسجل. يتقدم رونالدو، يسدد جول، سجل رونالدو وتقدم الريال، وبالتالي ولع الكلاسيكو، لأن هدف مبكر ليس لصاحب الضيافة والدار ولكنه للزائر الكبير مع الكبير كريستيانو رونالدو. لاحظوا الكرة القوية، وبالتالي يأتي الهدف الأول يحلي الكلاسيكو، يولع الكلاسيكو. راح يكون الكلاسيكو فانتستيكو في الدقائق القادمة. شوف الآن الضغط، يعني أنت تتحدث عن 98 ألف متفرج حاضرين في الكامبانو، متابعين مؤازرين طبعا لبرشلونة، ومرمى بينتو يتلقى إذا الهدف. ما اكتملت المرتدة، ما اكتملت، وصلت إلى برشلونة مرة أخرى. بوسكيتس النقلة ما وصلت النجاح، يتواصل لمدافعي الريال. المرتدة أمامك، ممكن يقطع لأنه متألق، ممكن يمر متألق، مر دي ماريا وسدد دي ماريا. جول. كريستيانو رونالدو يهز برشلونة، هز كريستيانو رونالدو يهز مدرجات الكامبانو، ويتقدم الريال بالهدف الثاني 2-0، ومن نفس اللاعب اللي امامك يتقدم. لكن يا سلام على رجل الكلاسيكو الأول اللي هو دي ماريا. ولاحظ العمل، هو في أفضل حالات دي ماريا في الشوط الأول. شوف بويول، لاحظ بويول، لا زلق بويول، سقط بويول، سدد دي ماريا، وصلت إلى كريستيانو رونالدو، يسجل للمرة الثانية في هذا الكلاسيكو، للمرة الثامنة في الكامبانو. زلق، وكان درب الزلق على بويول، والدرب الصحيح لدي ماريا، والدرب الصحيح لكريستيانو رونالدو، وبالتالي يولع المدرجات الآن في الكامبانو ويهز المدرجات. انت ما تخسر من ريال سوسيداد، انت تخسر من ريال مدريد. انت لغايه 19 مباراه في مختلف البطولات. وبالتالي يعني تاتي الان هذه الرأسية. فاران مانيفيك في برنابيو وفي الكامبانو. فاران مانيفيك يسجل الهدف الثالث. 3-0 عملها الفتى الفرنسي الرائع. لاحظ مثل ما فعل في سانتياغو برنابيو يفعلها الآن، ويسجل الهدف الثالث لمصلحة الريال. لاحظ معاي الرأسية والكرة في مرمى بينتو، والريال في أفضل حالاته وفي أحسن قواه وجاهزيته في الكامبانو يسجل الثلاثية. 3-0. تأهل برشلونة الآن استحق
وبالتالي الأمور تسير بهذا الشكل إلى اللحظات الأخيرة من المباراة، إلى الوصول إلى المباراة النهائية، إلى الكرة التي تصل إلى أنيستا، إلى التسديد، إلى جول. أخيرا وعند الدقيقة 89 يأتي الهدف الأول، ومع ذلك مشجع الفريق الكتالوني يا سلام يا سلام يا أخي أنت والله كل يوم شوف 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 يتقدم الآن جوردي ألبا، خامس كلاسيكو، هنا يسجل الهدف الأول في الكلاسيكو. لاحظ مشت الكرة بالشكل الاعتيادي اللي تعودنا عليه على مشاهدة برشلونة، لكن بالرغم من مغادرة